ونذكر إذن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعود إلى الجزائر ظهيرة اليوم بعدما أنهى سلسلة فحوصات طبية روتينية. هذه صور الطائرة الرئاسية التي حطت صبيحة اليوم أو قبل لحظات من الآن بمطار جنيف في سويسرا. ونذكر أن الرئاسة الجزائرية كانت قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع من الآن أن رئيس الجمهورية توجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية. ونذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود ظهيرة اليوم على متن هذه الطائرة الرئاسية كما نرى في المشاهد، والتي حطت بمطار جنيف الدولي صبيحة اليوم بعدما أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراءات هذه الفحوصات الطبية الدورية والروتينية. سيعود إلى أرض الوطن ظهيرة اليوم، وسنكون في المتابعة إن شاء الله لحظة بلحظة لننقل لكم الحدث.